انا عملت لهم احلى اشطوطه في البيت، طعمها تحفه وسريعه جدا، وفعلا فعلا الطعم بتاعها رهيب. انا اللي اتفقت معاهم في الاول ان انتوا اي حاجه تقولوا عايزينها انا هعملها لكم طول ما احنا بنصيف. المهم يعني النهارده قالوا يا ماما عايزين ناكل اشطوطه، قلت بقى هعمل لهم اشطوطه سهله جدا وسريعه واحلى من الاشطوطه بتاعت بلبن. في الاول كده هنجهز كيكه التوينكز، هنحتاج حوالي 10 12 واحده على حسب بقى حجم البايركس اللي انت هتستخدميه. طبعا التوينكز ممكن نستبدل التوينكز ده باي كيك موجود عندنا، لو عندك اي كيك فانيليا هتحطيها مكان التوينكز. طبعا بقى انا كنت جايبه التوينكز معايا وانا جايه من البيت لاني عندي بنتي الصغيره مدمنه توينكز. المهم بقى زي ما انتم شايفين هنرص التوينكز كله في البايركس بالشكل ده، وهنحط عليه كوبايه من اللبن البارد. هنشيل بقى الصينيه بتاعتنا على جنب شويه ونشوف بقى المانجا دي يا جماعه مفرزه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، لان جالي كميه تعليقات على الفيديو اللي قبل ده ان انت ازاي يا مروه بتقطعي المانجا وهي مجمده كده، انت بتضحكي علينا والمانجا دي لسه صبحه. والله يا جماعه المانجا اللي قدامكم دي مفرزه من السنه اللي فاتت، وانا بطلعها من الفريزر وهي لسه مجمده، بقشرها وهي لسه مجمده وبقطعها وهي لسه مجمده. بس طبعا انا بطلعها من الفريزر قبل ما اقشرها ب5 دقايق بالظبط، احطها في ميه بالظبط 5 دقايق او اقل. المانجا ما تفكش معانا يا جماعه، المانجا لو سيبناها لحد لما تفك لا هنعرف نقطعها ولا هنعرف نقشرها. وزي ما انتم شايفين بقى قدامكم كده قشرت المانجا وقطعتها وهي لسه مجمده. هندخلها بقى تاني الفريزر وهي مكعبات كده علشان انا مش عايزاها تفك معايا خالص. جبت بقى بوله وحطيت فيها كوبايه كبيره من الكريم شانتيه غير محلى، عليهم كيس من اللبن البودره ومعلقتين كبار من السكر البودره، وحطيت عليهم كوبايه من عصير المانجا، بس عصير المانجا يكون متلج. هنضربهم بقى مع بعض كويس جدا بالمضرب لحد لما الكريم شانتيه القوام بتاعه يتقل. وهنا بقى كده الكاميرا فصلت عليا وانا بصور واللقطه دي ما اتصورتش، بس كل اللي انا عملته ان انا حطيت الكريم شانتيه فوق التوينكز ووزعته بالشكل ده، وجبت بقى مكعبات المانجا من الفريزر وحطيتها على الوش بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين يا جماعه المانجا زي ما هي مكعبات ومحافظه على شكلها. هناخد بقى الصينيه بتاعتنا دي وندخلها تاني التلاجة لاني مش عايزه المانجا برضو تفك معايا خالص. هنحضر بقى الطبق الاخيره، هنجيب ووك ونحط فيه كوبايه كبيره من الميه. الميه دي تغلي، اول لما الميه تغلي هننزل عليها ب2 كيس جيلي بطعم المانجا، وهنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. ومش هنضيف عليهم بقى ميه خالص، هنضيف عليهم كمان كوبايه من عصير المانجا. طبعا بقى انا مش هحط هنا سكر خالص لان المانجا اللي عندي كان فيها سكر، وكمان الجيلي بيكون فيه سكر. لو حابين انتوا بقى تزودوا كمان معلقه سكر زودوا، بس انا ما زودتش وكان السكر مظبوط جدا. هنسيبه بقى كده لحد لما يبرد خالص بحراره المطبخ، وبعدين نحطه فوق المانجا. ما ينفعش نحطه فوق المانجا يا جماعه والكريمه وهو لسه سخن، لازم ياخد حراره المطبخ. هنرجع بقى ناخد الصينيه بتاعتنا دي وندخلها التلاجة من ساعه ونص لساعتين لحد لما الجيلي يتماسك. وطبعا انتوا عارفين انا مش هستنى ساعه ونص وساعتين، انا دخلتها الفريزر بالظبط نص ساعه وبعدين طلعتها قطعتها وقدمتها زي ما انتوا شايفين كده. بجد يا جماعه خطيره، لا تقولي بقى بلبن ولا اشطوطه ولا الكلام ده خالص. انا عملت لهم احلى اشطوطه في البيت، طعمها تحفه وسريعه جدا، وفعلا فعلا الطعم بتاعها رهيب. بجد يا جماعه خطيره، فعلا فعلا احلى من الاشطوطه بمراحل. انا مش عارفه انتوا هتحسوا انكم بتاكلوا جاتو اشطوطه حاجه كده طعمها وهمي، بجد بجد مش هتعرفوا توقفوا اكل. وبس كده خلاص خلصنا والفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكالعاده كده وزي كل يوم هقول لكم ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو بتاعي النهارده عجبكم تعملوا ايه، تعملوا لايك وشير للفيديو. وبالف هنا مقدما، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.